في ناس كتير بتخاف تشتغل سيلز بحجه ان ما عندهاش موهبه. حابب اقول لك ان شغلانه السيلز بتحتاج سكيلز او مهارات اكتر بكتير من انك تكون موهوب. في ناس كده تشوفها تقول سبحان الله دي موهوبه، ولكن الموهبه هنا هي في الكوميونيكيشن سكيلز او في مهارات التواصل. يعني ببساطه تقدر تتعلمها وتتقنها وتبقى اشطر من ناس كتير. وده في علم النفس بيتسمى الذكاء الاجتماعي واللغوي مع بعض، ودول نوعين من 5 انواع من الذكاء اللي الانسان بيتولد بيهم. ولكن علم النفس اثبت انك تقدر تطور من نفسك في النوع اللي انت مش شاطر فيه، وان اشطر سيلز في العالم ما اتولدش بيحقق التارجت ولا عارف ان هو سيلز كده وخلاص. بمعنى اصح انك مش لازم عشان تبقى سيلز ان يكون عندك خبره في المبيعات، بالعكس انت ممكن تكون ما اشتغلتش الشغلانه دي قبل كده وتبدا من الصفر وتتعلم وتكتسب مهارات مطلوبه وتفرق عن ناس كتيره سابقاك. خصوصا لو كان في حد معتمد بس على الموهبه، انت بمنتهى البساطه ممكن تفرق عنه، لان البيع مش موهبه بس ولا سحر، وان الموضوع بيعتمد اكتر مش على انك تتكلم، الموضوع بيعتمد اكتر انك تسمع العميل وتفهم مشاكله وتحللها وتشوف له حلول مناسبه معاه هو. واهم حاجه واعلى ليفل من ليفل المبيعات انك تتحول في نظر عميلك كونسلتنت او مستشار يرجع لك في اي قرار بياخده. وانا جاي دلوقتي اقول لك اتعلم تبيع.